حبيبي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. طيب طبعا اختلاف التشجيع زمان غير دلوقتي، الموضوع مختلف 180 درجة طبعا، صح؟ لا التشجيع هو مع جماهير. اختلاف الأجيال يعني؟ لا جماهير الاهلي هي. مم. بس دلوقتي في ناس تطلع بتشتم أب وأم وبتاع، والموضوع بقى مستباح قوي. لا الشتيمه دي قله ادب. شجع باسلوب كويس مم. ودعم فريقك، يعني تعثر فريقك مم. تقف معاه. مم. كل انسان بيتعثر تقف معاه بالتشجيع. تمام. إيه رأيك في أداء الأهلي امبارح وخروجه من كأس مصر؟ لا مش كويس. طب هل تدي أعذار عشان خاطر إحنا كنا بنلعب بالناشئين ولا ده مش عذر؟ لا ما ادوش أعذار. لا اديله اعذار، بس المدرب المفروض بقى يبقى ايه عنده خطه يدعم ناشئين مع خبره. طب ممكن تكون اللعيبه دي ما قدرتش تنفذ الخطه مع المدرب؟ لا ما ينفعش يتعاقب. اللاعب اللي ما ينفذش يتعاقب. طيب تطلعاتك او توقعاتك للمنتخب بعد الصعود الرسمي؟ لا المنتخب فيه روح، بدأ يبقى فيه روح يعني. لا فيه روح، فيه عزيمه. فيه عزيمه. واخد بالك ان شاء الله هنوصل باذن الله. هنوصل لفين مثلا؟ هنعدي الدور ال 16 ونعدي الدور الثمانيه ونعدي الدور الاربعه. يعني هنوصل للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله. طب توقعاتك مين من الفرق اللي هتوصل برضه النهائي؟ الكوره مش ممكن المغرب. مش فريق تاني يعني؟ لا ممكن المغرب، ممكن الجزائر. يعني الكوره ما لهاش. لان البطوله بتبقى هنا في مدرب. تفكير مدرب وتكتيك وخطه. اخطف وامن. بس انت لسه في مرحله المجموعات، اخطف وامن ازاي؟ انا لسه في المجموعات. لا ما انت خلاص طلعت من المجموعات. انا مش بتكلم بقى علينا احنا، ما بتكلمش على المنتخب بتاعنا، بتكلم في العموم. ما هو في العمومي. انت وصلت الدور ايه؟ انت كده وصلت الدور. انا رسمي شبه رسمي وصلت للدور ال 16. حلو. الدور ال 16 بقى مباراه تكتيكيه بقى. دافع كويس، هجمه مرتده، اخطف جون وامن.